أهلا بيكم. طاجن المكرونة باللحمة المفرومة زي بتاع محلات الكشري هنعمله مع بعض في الفيديو النهاردة مع الدقة بتاعته كمان، ويلا بينا على الفيديو علشان نشوف الطريقة. هبتدي الأول بالمكرونة وهحط زيت على النار، وهحط كمان بصل مفروم. دي كانت بصلة وسط مفرومة، والمهم ان هي تكون مفرومة او مقطعة صغير علشان خاطر بس ما تبانش في المكرونة معانا. وهقلبها حلو لحد ما تغير لونها. انا عايزة لونها ذهبي، ما يكونش لونها غامق علشان ما تمررش معانا او تدي لون غامق في المكرونة. اول ما توصل للدرجة ديت هحط توم، واول ما يبتدي التوم ريحته تظهر هحط عصير طماطم. دول كانوا حوالي 4 ل5 طماطميات، طماطم 5 طماطم، ومعاها كمان شوية مية، وهتبلها بملح. كمية الملح ديت للمكرونة كلها، وكمان راعي ان اللحمة المفرومة هيكون فيها ملح. ومعانا فلفل وبابريكا، كمون، وشطة اختياري، بس هي طواجن المكرونة بتحب انها تكون مشطشطة كده. ونقلبها ونسيبها على النار لحد ما تبتدي ان هي تتسبك وتوصل للدرجة ديت. انا هنا علشان الطماطم الفترة ديت لونها فاتح، فهزودها كمان صلصة علشان تديها لون حلو. وكمية الصلصة على حسب لون الصلصة عندك، يعني هي عشان الصلصة ديت كانت برضو فاتحة وخفيفة، فانا حطيتها معلقتين، ممكن تحطي معلقة واحدة لو هي لونها غامق. وبزود برضو شوية مية عشان تسوية المكرونة. وما ننساش السكر عشان الملح، علشان الصلصة، وعلشان كمان الطماطم. سيبهم بس يندمجوا كده مع بعض وياخدوا غلوة. وبعد كده بحط كمية المكرونة اللي انا محتاجاها ونقلب. هنسيبها بس على النار تاخد غلوة واحدة، انا مش عايزة اسويها هنا، لا انا هناخدها بس غلوة واحدة عشان تطرى معايا ومتاخدش وقت طويل معايا في الفرن. خلاص كده برفعها من على النار. ودي كانت لحمة مفرومة معصجة عندي، وكنت عملت قبل كده اللحمة المعصجة اللي تنفع لأي حاجة. هنا دي كانت جاهزة فمرضتش ازود مدة الفيديو. عندي البرام جبته او الطاجن ودهنته زيت علشان بس يبقى سهل ان انا اقلب المكرونة. وبحط طبقة اللحمة المفرومة بالشكل ده كده، وبضغط عليها علشان بس تتماسك مع بعضيها. وهحط عليها الطبقة بتاعة المكرونة، وبضغط برضو على المكرونة علشان خاطر ان هي تتساوى. وهسيبها بس، يعني ما نغطيش لحد الاخر، لا بسيب فيها سمك علشان كمان المكرونة لما تزيد معانا. وبحط صوص عليها، وبحط الصوص الاول كده حاجة بسيطة، وبعد كده بزود لو هي احتاجت في الفرن. هي احتاجت بصراحة شوية فانا زودتها. وده ورق زبدة انا كنت تانياه 2، وبعد كده بليته بالمية علشان ما يتحرقش معايا في الفرن. وبغطيها بالشكل ده كده. وبعد كده هدخلها الفرن بعد ما احطها في الصينية، علشان لو فارت او نزلت مية من الصلصة ما تنزلش جوه الفرن. ادي عملت واحدة، وايدي كمان التانية عملتها بنفس الطريقة. بليت ورقة الزبدة علشان ما تتحرقش، وهاخدها معاها في الصينية، وهدخلها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 200 لحد ما نلاقي المكرونة ان هي استوت، ونقدر ان احنا نكشف عليها وهي في نص التسوية ونشوفها فعلا اذا كانت محتاجة مية ولا لا، او كده بقت تمام. هبتدي ان انا اعمل الدقة اللي هي بتتقدم معاها. توم مفروم، انا هنا التوم ده كان فيه شطة، وهعصر عليه ليمون، مش ليمون كتير، حاجة بسيطة يعني، نص الليمونة ناخد منه شوية كمان. وشوية خل، حاجة بسيطة على طرف المعلقة كده ملح، وكمون بس نتوصى بالكمون. ونحط مية دافية ونقلب المكونات كده مع بعض، ومندوقها اذا كانت مظبوطة ولا لا، محتاجة شوية كمون، محتاجة شوية خل، محتاجة مية، حسب الذوق بتاعنا وحسب ما نلاقيها مظبوطة. كده خلاص بعد ما خرجت من الفرن. التسوية بتاعتها حسب درجة حرارة الفرن عندك بتاخد من حوالي 20 دقيقة ل30 دقيقة حسب درجة الحرارة في الفرن، وحسب كمية المية وكمية المكرونة. كده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. كده ساعة ما هتتقلب
يعني كانت سخنة جدا. قبل ما بنقلبها بنحاول ان احنا نعمل بالسكينة في الجوانب علشان لو في اي مكروناية لازقة ولا اي حاجة نقدر ان احنا نفضيها ونقلبها حلو بالشكل ده. وادي الدقة كمان. أكلة روعة، سهلة جدا، بتتعمل في وقت بسيط، بتتعمل في وقت زنقة. جهز المكرونة واللحمة تكون موجودة عندنا ونحط كله على بعض وندخلها في الفرن. ما بتاخدش وقت. تقدروا تعملوا الدقة لو انتوا حابين، وتقدروا ان انتوا تستغنوا عنها لو انتوا مش عايزينها، بس جربوها بالدقة بيبقى طعمها حلو. وفعلا محلات الكشري بتقدمها بالدقة جنبيها. شايفين المكرونة استوت معانا ازاي؟ كانت سخنة جدا جدا، يعني انا ماسكاها طرف ايديا مش قادرة ان انا امسكها. بجد كان طعمها لذيذ جدا. بس زي ما بقول لكم، تظبيط المكرونه وتسويتها حسب الفرن وحسب كميه الميه برضو اللي انتوا حاطينها. تقدروا ان انتوا تزودوا زي ما انتوا عايزين. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير. وشكرا ليكم وشكرا للمشاهده، وفي انتظار تعليقاتكم. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.